السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة وصفة سهلة. تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة المكرونة النجريسكو. طبعا مفيش حد بيختلف عليها، الكل بيحبها. طريقتها سهلة وبسيطة، طعمها تحفة جدا. هنعملها طبعا بقطع الفراخ بطريقة حلوة أو سهلة وبسيطة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. يلا بينا الأول نقطع الخضار اللي هنحطه فيها. معايا هنا حبيتين من البصل هقطعهم مكعبات صغيرة، ومعايا واحد من الفلفل الرومي هقطعه برضو مكعبات صغيرة. بعد كده معايا واحد برضو من الفلفل الأصفر حجم صغير، هقطعه برضو مكعبات صغيرة. بعد كده معايا نص قرن من الفلفل الأحمر. بعد كده معايا صدر فرخة اللي هو الربعين اللي قدام، ممكن تعمليها بربع واحد برضو مفيش أي مشكلة، هتبقى حلوة برضو بس قطعيه حتت صغيرة. بعد كده بقى همسكه هقسم الصدر نصين وهقطعه شرايح رفيعة. بعد كده هقطعه مكعبات صغيرة. هناخدهم شوية شوية كده بقى ونقطعهم مكعبات صغيرة. وزي ما قلتلك كده انت تقدري تعمليها بأي كمية من صدور الفراخ، ممكن تعمليها بربع واحد مفيش مشكلة، هتبقى حلوة قوي برضو. المهم الموجود اعملي بيه وما نضيقش على نفسنا، كله في الاخر بيطلع حلو وفي منتهى الجمال. اهم شيء بس نعمل الحاجة بحب كده ونعملها بمزاج، هتطلع احلى صينية نجرسكو من ايديك. انا هنا زي ما انتوا شايفين صدرين الفرخة عملوا معايا ما شاء الله كمية كبيرة، يعني لو كنت حابة اعمل بهم صينيتين كانوا هيكفوا وهيبقوا حلوين قوي برضو. بعد كده هجيب طاسة احطها على النار وهحط فيها حوالي كوباية من الزيت. واول ما الزيت يسخن معايا هنزل عليه بالبصل على طول، هقلب فيه بقى شوية صغيرة، واول ما يبدأ يدبل هنزل عليه بالفراخ على طول. احنا مش هنسيبه يتحمر، احنا عايزينه بس يدبل حاجة بسيطة كده. اول ما احط الفراخ انا مش هقلبها خالص، اول حاجة هعملها هجيب نص ليمونة وهعصرها عليها. طبعا نص الليمونة ده بيشيل الزفارة من الفراخ، كمان بيديها ريحة حلوة قوي كده وانت بتشوحيها. كمان هحط عليها رشة من الفلفل الاسود. هبتدي بعد كده اقلبها، واول ما الفراخ تاخد لون هحط عليها رشة من الكمون، شوية من البابريكا، كمان شوية من الكزبرة الناعمة. بعد كده هنحط الفلفل الالوان كله ورا بعض، هنديهم بقى تقليبة مع بعض مش كتير، يعني مجرد دقيقة واحدة بس. بعد كده هنزل بالطماطمية الصغيرة اللي انا قطعتها، ومعلقة من الملح، وشوية من توابل الفراخ، ممكن تحطي مكعب ماجي او مرقة فورية، ولو مش حابة ومكتفية كده بقطع الفراخ مفيش اي مشكلة. خلاص كده انا هطفي عليها، يعتبر خلاص كده استوت، ما بتاخدش سوا كتير. بعد كده انا حاطة حلة على البوتاجاز فيها مية بتغلي، هحط فيها معلقة من الملح. بعد كده هحط فيها المكرونة الاسباجيتي. وانا على العموم بحب اكسر المكرونة الاسباجيتي في كل الوصفات عندي، لازم اكسرها نصين، بحس ان انا بتحكم فيها اكتر، حتى بتبقى سهلة في الغرف. انا هنا حطيت كيلو من المكرونة. بعد كده هدي عليها النار وهسيبها تتسلق على نار متوسطة. كمان مش هنسلقها بنسبة 100%، احنا عايزين نسيب فيها تبقى جامدة كده شوية او فيها العضة دي، علشان ما تتعجنش مننا واحنا بنحط عليها البشاميل. في الوقت ده هجيب حلة على النار وهحط فيها كوباية صغيرة من الزيت. كمان هحط فيها 4 معالق من الدقيق وهشوحهم كويس. دي معلقة كبيرة قوي، انا حاطة منها 3 معالق كبار، علشان كده بقولك 4 معالق دقيق بالمعلقة بتاعتك انتي اللي هي العادية. بعد ما الدقيق يتشوح معايا كويس هطفي عليه. بعد كده هنبص بقى على المكرونة نشوفها اتسلقت كويس ولا لا. لازم بقى في الوقت ده نطفي عليها وهي تبقى لسه يعني جامدة من جوه شوية كده، ما اتسلقتش كلها كويس. بعد كده هاخدها اصفيها على طول. ولو البشاميل لسه ما جهزش معانا لازم نحط لها قد 3-4 معالق من الزيت كده علشان ما تلزقش في بعضها. زي ما انتوا شايفين انا حطيت لها معلقتين 3 كده من الزيت، وهقلبها تقليبة بسيطة كده. بعد كده هروح بقى اكمل البشاميل. خلاص كده انا الدقيق كان بارد عندي تماما. بعد كده هحط عليه برضو اللبن بارد، ده حوالي لتر من اللبن.
على ال4 معالق. لو حسيتي ان هي تقيلة معاكي ممكن تزوديها تاني مية او لبن. طبعا لما بنعمل البشاميل على البارد بنقلبه كده على البارد، عمره ما بيكلكع معانا ابدا. استنينا على ما الدقيق برد، كمان بنحط اللبن بارد، بنقلب بقى وندوبه كويس قوي. بعد كده بنولع عليه النار. بعد كده هحط عليه رشة من الفلفل الاسود، كمان هحط عليه مكعبين من مرق الدجاج. بعد كده هنولع عليه النار وهنقلبه لحد ما البشاميل يلف معانا ويوصل للقوام المناسب اللي هو القوام الوسط. بعد كده هضيف على البشاميل معلقتين 3 من القشطة. معلقتين القشطة دول بيفرقوا قوي في طعم البشاميل، بيخلوا طعمه تحفة جدا، كمان بيدوله لون حلو قوي لما بنيجي نحمره تحت الشواية. بعد كده هجيب القالب اللي هحط فيه المكرونة وهقسم المكرونة نصين. هحط النص الاولاني، بعد كده هحط عليه البشاميل والفراخ. بعد كده هحط النص التاني وفوق منه باقي البشاميل. خلاص كده انا خلصت. هنمسح بقى الحرف بتاع القالب وهندخله الفرن على طول تحت الشواية، مش هنولع الفرن، احنا بس هنديله لون من فوق كده. وبعد ما البشاميل اخد لون تحت الشواية حطيت له رشة خفيفة من الجبنة الموتزاريلا، ويدوب حطيته بس ساحت وشلته على طول. هنقطع منها بقى خرطة وهي لسه سخنة كده. طبعا اللي عايزها تبقى متماسكة اكتر من كده بيستنى عليها لما تهدى شوية. اكلة جميلة جدا. النجريسكو تعتبر من اجمل الاكلات، من احلى الاكلات اللي محدش بيختلف عليها. الكل طبعا بيحبها، بيحب ياكلها. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. كلكم طبعا بتعرفوا تعملوها، وفي طبعا اللي بيعملها كمان احسن مني، بس كلنا ممكن نستفيد من بعض ولو بمعلومة صغيرة. اتمنى ما كنش طولت عليكم، وبألف هنا وشفا.